السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نقدم لكم اروع فلو ملكي كيجي ما شاء الله كريمي. غنحتاجو فيه عندي هنايا نص لتر من كريمة سائلة، غادي نضيف ليها 750 مليلتر ديال الحليب، ما يعادل لتر قل الربع. المهم بعد ما ندير الحليب على الكريمة غادي نضيف الفلو المكونات اللي بقاو ديال الوصفه. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج فلون كراميل ايديال، وعندي هنايا واحد فلون كراميل هذا ديال اسبانيول. ممكن تعوضوه باي فلون كيكون الحجم ديالو كبير وكيكون نوعيه مزيانه. المهم كما كتشوفوا هاد البوطه فيها واحد الساشيه ديال الفلو والساشي ديال الكراميل، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النشا اللي هي المايزينا، وهذا هو القالب اللي غادي ندير فيه الفلو. كديروا اي قالب بغيتوه، وغادي نخوي فيه المحتوى ديال الكراميل. وهاد الكراميل راه عندي في قرعه اللي كتكون فيها تقريبا شي 250 ملل، يعني رابعه. المهم بعد ما ضفت محتوى ديال الساشي بغيت نزيد شويه ديال الكراميل. الا بغيتو ما كانش متوفر عندكم ممكن انكم ديروا غير المحتوى ديال الكيس، او لا ديروا الكراميل مصنوع في الدار. المهم كما شفتوا معايا بعد ما وضعت الكراميل في الماء غادي نحطو جانبا، وغادي نحضر الفلو. غادي نخوي المحتوى ديال الساشي ديال الفلو الكبير اللي مع السكر زائد جوج فلون كراميل ايديال. المهم غادي نضيف له واحد معلقه كبيره ديال النشا. هذا هو السر باش كيجي لينا هاد الفلو كريمي وكيجي لينا يعني واحد القوام ديالو رائع جدا. وغادي نضيف هاد الشيء بعد ما حركته مزيان. الفلو اللي كيكون بارد او الخليط عفوا ديال الحليب والكريمه كيكون بارد، ونخلطو مزيان مزيان وغادي نحطوه فوق النار مع التحريك المستمر. دائما الفلو انواع الفلو كامله كتحركوا ما كتوقفوش نهائيا حتى كيغلى باش ما يلصقش لكم في القاع. المهم بعد ما غلى ليا غادي نطفي عليه النار وغادي نخليه غير واحد 15 ثانيه، وغادي نخويه في المول اللي غادي نحضر فيه هذا الفلو. وبعد ما ارتاح غير 15 ثانيه صافي. دابا راني كنخويه في المول ديال الفلوق. كما قلت لكم كديروا اي شكل ديال المول حبيتوه. المهم كما شفتوا معايا القاع ما فيه كاع يعني الفلو لاصق، لهذا ضروري تبقاو تحركوا حتى كيفيض لكم الفلو. وغادي نخليه حتى يبرد على سطح العمل، وعاد غادي ندخلوه للثلاجه بعد ما برد مزيان في الثلاجه على الاقل 3 سوايع. انا خليته مده يعني كنت حضرته بالنهار واحتاجيته لليل. وغادي نقلبوه في صحن التقديم بعد ما دوزت ليه الموس من الجوانب باش دغيا يعني هبط ليا. كما كتشوفوا معايا ما شاء الله هو الفلو الملكي ديالنا اليوم اللي حضرته لكم باروع واسهل طريقه. كيجي خطير وفاخر، ممكن تزينه باش ما بغيتو. انا هاد الخطره ما زينتو لا بلوس ايفيلي لا باضافات ممكن تضيفوه ولا تقدموا معاه حتى الفواكه تكون مقطعه. واللي حبيته كما كتشوفوا معايا هو القوام ديالو. نتمنى هذا الفلو اللي قدمت لكم ينال اعجابكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. مع السلامه والى اللقاء.